سيدة الوزيرة، في الدقيقتين الأخيرين اللي مازالوا لي نحب نحكي معاك على الصفحات المخصصة ولات من وراء البحار للتشويه والترذيل المشهد وقذف والثلب وهتك الأعراض. اللي عنده ملف فساد ثم القضاء، هذيك عمرنا ما نحكيو عليهم، القضاء هو الفيصل. ولكن الناس اللي تجبد في شروفاتنا، في عروضاتنا، وفي رموز الدولة، في رئيس الدولة والحرم، في سيادتك أنت شخصيا، في معناها في الناس الكل، هذوما راهم قاعدين يتبشحوا من وراء البحار اللي هما عندهم باسبور آخر وجنسية أخرى ويجيوا ويدخلوا نورمال. وأنا نعرف اللي هو صحيح، لكن اليوم يجب الضرب من حديد. الاتفاقيات اللي عاملينها الكل آخرها بودابست، المفروض انها تسير العمليه هذه وتسهل للمرفق القضائي انه نطبقوا العداله. اليوم راه ما عادش الناعقين على التآمر والانقلاب، نحن اصلا ما نغزرهمش لانه الشعب قال كلمته، عندنا انتخابات وعندنا مؤسسات الدوله. اما الناس اللي تتجنى على خاطر اليوم السيده الوزيره، وانت تعرف الاشاعات سهل انتشارها، ولكن إثبات عكس ذلك وحتى صدور حكم بعديك يبرئك ولا ما يبرئكش، هذيك صعيبة بعد باش تنشروا. إنه واحد يقول عنا فيديوهات على سمعة ولا شرف متاع امرأة وعرض امرأة وقذف محسنات، راهو صعيب برشا. معناها بالحق راهو اليوم ثم صفحات وانت تعرفهم سيدة الوزيرة، وناس معناها تتبجح انها تنتمي للعسكر والعكس العسكر منهم براء، وناس تتبجح انها كانت يوم من ايام في مسار جبيليا والمسار منه براء. والناس اللي تستنى في سقوط هذا النظام نقول لهم كما قالت زميلتي، النظام اطول من اعماركم. وشكرا.